السلام عليكم، يا صباح الفل يا صباح العسل على احلى متابعين في الدنيا كلها. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنشوف الروتين بتاعنا والفيديو بتاعنا. ان شاء الله تتسلي معايا كده وتتشجعي في الفيديو معايا. واول حاجه يلا ناخد الثواب مع بعض زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تدوسي على زرار الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وحطي لايك للفيديو ده على السريع ويلا نشوف بقى اليوم بتاعنا عامل ازاي. انا هنا بقى كنت خلاص بقى فطرت وكنت بقى شمست بقى البطاطين وهويت الشقة. عارفين الحمد لله الجو حلو اليومين دول. غير الاسبوع اللي فات كانت الدنيا عندنا ساقعة جدا جدا في اسكندرية وكانت الدنيا هوا. فالحمد لله النهاردة الجو بدأ يتحسن الى حد ما والشمس طالعة. والشمس طلعت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد. فقلت بقى ايه، اكل حاجه كده على السريع عشان نازله راح اجيب شويه متطلبات كده اهو. فده كان عندي جلاش كده في التلاجة، قطعته وحطيت عليه كده شويه لبن واكلته. كان طعمه عامل زي الفطير بالظبط، كان طعمه تحفه جدا جدا. عامل زي الفطير بالسكر اللي انتوا بتشتروه بقى ايه من عند الفطاطري. فصراحه مدي نفس الطعم، يعني بعد كده هبقى اعمل بقى بالطريقه دي اعتمدها تحفه جدا جدا. وكان عندي حته جبنه زي ما احنا شايفين. جبنه دي اللي هي الشيدر المطبوخه دي. فقلت اتبلها برضو واعملها كده جبنه مقليه وعينها في الفريزر ان شاء الله تنفع معايا في السحور باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب، اللهم بلغنا رمضان ونحن في احسن حال، امين يا رب العالمين. فقلت ايه اعملها وعينها ايه في الفريزر. وعقبال ما انزل ايه اجيب كده شويه حاجات. دايما وانا واقفه في المطبخ كده بفطر او بعمل المواعين او بعمل اي حاجه، مش بحب اطلع من المطبخ وهي ايديا فاضيه. بتلاقوني بقى ايه اشتغلت كده في البيت كده اي حاجه ايه اعملها برضو في المطبخ على السكه كده وانا واقفه قبل ما اطلع من المطبخ خالص. الصراحه الجبنه دي كانت عندي بقالها فتره كبيره قوي في التلاجة. فبرضو كنت بنضف كده التلاجة واشوف بقى ايه الدنيا كده فيها ايه كده هوت. فلقيت ايه الجبنه دي الصراحه، يعني بقالها ايه مثلا داخله في شهر او حاجه. وكل مره ببقى مكسله اعملها. فقلت ايه يا دوبك بقى يا بنت النهارده ايه قطعيها كده واعمليها. بقطعها زي ما انتوا شايفين كده هوت، يعني بحاول اقطعها صوابع مستقيمه. متساوية قصدي، ولا تكون تخينة ولا تكون رفيعة عشان لما تتقلى تكون معاكي كويسة. اي جبنة، يعني اي جبنة قصدي مختلفة غير الجبنة البيضاء والجبنة التركي، هي بتنفع برضو ايه في السحور كده لو عملناها. بيبقى تغيير. بس برضو مش بحاول اجيب منها الكمية الكبيرة، بحاول اجيب اللي هي الحجم اللي انتوا شايفينه ده تقريبا بتاع نص كيلو ولا ربع، مش عارفة في الكميات. المهم ده يعني في منها حجمين، الحجم ده والحجم اللي هي الطويلة شوية. فده الحجم الصغير. مش بحب برضو اجيبها كتير عشان برضو المقليات والزيوت، ودي اصلا جبنة نباتية والجبنة النباتية مش احسن حاجة يعني. بس بعد كده بتهف علينا من الوقت للتاني. وقلت برضو ايه رمضان وبتاع فايه مرتين تلاتة في السحور كده ايه يبقى تغيير. بعملها بطريقة عادية جدا. ده كان فيجيتار حار. كنت جايبة اللي هو العبوة الموفرة دي ربع كيلو. كان عليها خصم 20% تقريبا. فايه بجيبها كده، مش بحب اجيب الكيس الصغيره طبعا مش بتقضي حاجه. فدايما بجيب الكيس الكبيره دي. تنفع بقى معايا بقى لو بعمل ناجتس، لو بعمل جبنه مقليه زي ما قلت لكم. لو بعمل ساعات بطاطس زي بطاطس بوريك كده، هو برضو بطاطس مسلوقه. وبعملها برضو بالفيجيتار. يعني بتكون ايه بتكون كويسه يعني. المهم بعمل ايه الجبنه بطريقه عاديه خالص. بحط البيض عليه فلفل وملح. وبربه كده هوت بالشوكه وببدا ان انا احط الجبنه. وبحاول ان انا احطهم في طبق مش لازقين في بعض، بعاد كده عن بعض شويه، بحيث هدخلهم في الفريزر يجمدوا شويه. زي ما انتوا عارفين اي حاجه بفرزها بحب ان انا الاول تجمد شويه معايا. احطها في الفريزر تجمد شويه معايا عشان لما احطها في الكياس ما تلزقش في بعضها. عشان اقدر اطلع الكميه اللي انا عايزاها. ما يكونوش ملزقين مع بعضيهم، يعني مش مضطره اطلع الكيس كله يسيح عشان اطلع منه مثلا 3 4 ولا حاجه، لا. ببقى سايباهم كده هوت ايه الواحده بوحدتها. بحيث عايزه اطلع مثلا 5 6 بتاع، يفضل كل الكيس محتفظ بالتجميد بتاعه. بطلع بس الجزء اللي انا عايزاه واقفل تاني الكيس وعينه تاني في الفريزر. برضو بعمل البرجر بنفس الطريقه. بكون بعد ما بقرصه بسيبه برضك يجمد في الفريزر واشيله. والكفته والصدوق وكل ده. انا كنت عامله بس الحاجات دي مصورتهاش معاكم. كنت عامله اول امبارح تقريبا. جبت برضو كميه مفرومه كده محترمه وعملت بقى برجر وعملت صدق وعملت عصاج وعينته برضو في الفريزر وعملت كفتة وصدق وعصاج. وعملت اخر حاجة البرجر.
ولسه عايزه اعمل البسطرمه اللي هي بسطرمه الكذابه اللي هي باللحمه المفرومه. بس مستنيه ايه اجيب بس الحلبه وهعملها ان شاء الله معاكم وهصورها برضو معاكم. اهي البسطرمه برضو الكدابه دي تنفع معانا برضو بسطرمه بالبيض بتاع، تنفع ايه في السحور. وبرضو الصدق برضو اكيد بينفع، والعصاج ينفع معاكي لو عايزه تعملي رقاق، عايزه تعملي بشاميل. بتكون حاجه جاهزه، اي حاجه هتحطيها في الفريزر من دلوقتي الاسبوعين دول هتنفعك ان شاء الله لرمضان، ايه تسهلي على نفسك. فانا قلت بالمره كده وانا باكل شويه الجلاش اعمل ايه شويه الجبنه المقليه دي. والصراحه ايه عدوا من عليا، عشان عايزه انزل اجيب شويه حاجات من فتح الله، وعايزه انزل اجيب شويه حاجات برضو من السوق. هتشوفوا كده معايا. عايزه اجيب حاجات تقضيني الاسبوعين دول، بحيث بقى يعني هجيب حاجات مش كتير النهارده، هجيب بس الحاجات اللي تقضيني الاسبوعين دول ان شاء الله. بحيث عايزه اغسل بقى التلاجة، وعايزه اغسل بقى كل الرفوف واظبط كده التلاجة، عايزه افضيها خالص بحيث اغسلها وانضفها، عشان ان شاء الله باذن الله نستقبل رمضان ايه بالخزين الجديد. هنا كنت خلصت خلاص كل كميه الجبنه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، هحطها بقى في الفريزر تنشف شويه، بعد كده هنحطها مع بعض في الاكياس. واهم حاجه وانت واقفه في المطبخ عشان الدنيا ما تحسيش هي متوسخه كده عليكي، امسحي اول باول. اتبقى معايا شويه بيض وبقسماط برضو هسيبهم كده، ممكن اعمل بطاطس مسلوقه جنب الاكل ولا حاجه، ابقى استخدمهم ايه، ابقى استخدمهم بالمره. وقلت برضو اكل البنات قبل ما ينزلوا معايا، علشان ما يجوعوش مني بقى في الشارع، او ما بينزلوا بيشوفوا بقى زي ما تقولوا البسكوتات بقى والشيبسيات يحلي لهم الجوع، يقعدوا لي جعانين جعانين، بضطر اجيب لهم شيبسي ولا بسكوت والكلام ده. بس النهارده بقى قلت ايه، كان عندي حتتين رقاق كده بالصدفه من امبارح بايتين، قلت ياكلوهم عشان ينزلوا بقى ايه اللي تقولي جعانه ما يجيليش تأنيب ضمير، ابقى لسه مأكليكم. عندي 4 5 حتت كده هحطهم في الاير فراير يسخنوا، ياكلوهم باذن الله. وبعد كده هننزل بقى ايه، هنزل معاهم. يعني في العادي كنت بنزل وهي دودو في المدرسه، بس كانت بتزعل بقى، كانت بتشوف كياس فتح الله بقى ومش عارف ايه واختها تحكي لها، فبقيت بستنيها لما تيجي من المدرسه اخدها وننزل. وبرده قلت اقشر شويه بطاطس عشان النهارده هنعمل الغدا، هنعمل اكله اقتصاديه النهارده وموفره للطاقه. فقلت برضو اقشر البطاطس واحطها في الميه بتاعتها ايه عقبال ما انزل. طبعا بحب اعمل كميه بطاطس كبيره، لان يا جماعه بجد الاير فراير بسم الله ما شاء الله يعني موفره عليا المجهود بطريقه فظيعه. وكمان ما كنتش احب ان انا اعمل بطاطس كتير مقليه عشان بس الزيوت وكده، والبطاطس دايما بتشرب زيت، وعارفين الزيت مش احسن حاجه. هنا كنت بوريكم بس الرواق بتاعي خلاص كان سخن صراحه في دقيقتين 3 كان سخن. اروح بديلهم الرواق دوت ياكلوه، وانا اكمل بقيه البطاطس بسرعه. فكنت بقول لكم البطاطس في الزيت كانت بتشرب مني زيت، وعشان اعمل مثلا 6 7 بطاطسات كده زي اللي انا عاملاهم بفضل واقفه قدام البوتاجاز كتير قوي. لكن الاير فراير دي الصراحه بتحطي فيها الحاجه، بتحطيها من 25 دقيقه ل 30 دقيقه حسب كميه البطاطس. وكل ايه 10 دقايق تبداي اللي انت تقلبي البطاطس كده بالشبكه اللي فيها، يعني تقلبيها يعني فاهمين، تمسكوا الحله كده تقعدوا ترفعوا على فوق كده بحيث اللي تحت يجي فوق والفوق يجي تحت، كأنك كده بتقلبيها وبس. وبتستوي لوحدها الصراحه بنقطه زيت، وبتطلع طعمها جميل جدا جدا بسم الله ما شاء الله. فهي الاير فراير الصراحه موفره عليا، كنت جايباها من زهران، كنت جايباها بالقسط، كانت عامله بتاع 4000 كده تقريبا. والصراحه القسط بتاعها ما شاء الله برضو عدى من عليا، كنت جايباها في 6 شهور وخلص من عليا. والصراحه هي مفيده جدا جدا جدا. شويه بقى محشي بيتين بسخنهم فيها، شويه رقاق بيتين. بجيب اللي هو عيش الكريب ده بيتباع، فبجيب برضو بعمل فيها كريب كده وبيسخن جواه. بصوا مش بستغنى عنها، بس مش بجرب اعمل فيها اللي زي ما الناس ما بتقول بقى فراخ او كفته او سمبوسه والحاجات دي، ما جربتش خالص. مره جربت سمك، سمك بولتي، بس ما عجبنيش، فما قررتهاش تاني. انا جايباها للتسخين وللبطاطس. هنا كنت خلاص غسلت البطاطس بتاعتي، هقطعها كده بسرعه صوابع وايه، وهحطها في ميه وهسيبها كده ايه على جنب ايه عقبال ما ننزل، عشان عارفين طبعا البطاطس بتسود، فلازم ان انت تحطيها في ميه لو مش هتعمليها دلوقتي. حاولت ان انا انجز كذا حاجه كده وانا واقفه في المطبخ، زي ما قلت لكم لما بدخل المطبخ بحب اعمل كذا حاجه مع بعض. مره امسك بقى ضرفه تلاقيني بروقها، مره تلاقيني بغسل البوتاجاز كده يعني على سكه مثلا وانا بعمل الاكل، وانا بقطع حاجه قصدي، تلاقوني غسلت بوتاجاز، تلاقيني غسلت رخام، سليت في شويه مواعين. يعني لازم ادخل المطبخ احاول انجز فيه. وكمان بالذات لو نازله بحاول اعمل اي حاجه تسهل عليا الاكل عشان لما ارجع الاقي الحاجه جاهزه. وزي ما قلت لكم كنت مفرزه برضو برجر، هطلع كده كيسه صغيره اعملها برضو مع البطاطس ديت، ويبقى كده الاكليه ايه قضيت. وبالنسبه لي اكله البرجر دي موفره، لان بعمل البرجر يعتبر ايه يعني دوائر بسيطه كده اهوت فاهمين،
فبتحطي بقى في السندوتش بطاطس بقى او جبنه مقليه، وتحطي بقى شويه خس وشويه طماطم، فتحسي دي مش اكله بروتين قوي. يعني مثلا ممكن اكلها كلها بربع كيلو لحمه تلاقيكي عملتي مثلا بتاع 5 6 سندوتشات. فاهمين قصدي؟ فبتعتبر اكله موفره شويه، اللي هي مش بتاخد كميه بروتين كبيره يعني. بس هنا كنت قطعت البطاطس بتاعتي وحطيتها كده في ميه، وهنزل بقى اشتري شويه حاجات. هنا كنت لسه جايه من بره، جبت اهو زي ما انتم شايفين شويه متطلبات كده. دلوقتي هشوفها معاكم واوزعها بالمره في اماكنها. عديت على الخضري، وعديت على الفرن، وعديت على فتح الله. جبت كده شويه حاجات حلوين. اول حاجه خالص جبت ربع كحك بالسمسم، ده اساسي معايا يعني. كل ما بنزل بجيب مره في الاسبوع، يعني بنزل الاسبوع كده الم حاجاتي. فبجيب ربع كحك بالسمسم، وربع باتون ساليه. وده كنت جايبه عيش كايزر، وجبت كمان عيش فينو المدرسة بإذن الله. هي دي الحاجات اللي أنا جبتها من عند بتاع الفرن يعني. والخضري بقى رحت جبت بقى كيلو خيار زي ما انتم شايفين كده، خيار بلدي جميل جدا جدا. بجيب كده الحجم الوسط، ما بحبش اجيب الحجم الكبير ده. وجبت كيلو طماطم. انا خلاص يعتبر فرست كل الطماطم اللي انا عايزاها، عملت عصير طماطم وصلصات يعني كميه كبيره. فجبت كيلو طماطم كده يقضيني الاسبوع ده. وجبت واحده كرنبيط برضو هملحها معاكم، جايباها اخللها ان شاء الله لرمضان. الكرنبيط المخلل بيكون تحفه جدا جدا جدا. بيكون معايا طبق اساسي كده المخلل على السفره يعني. وجبت موز زي ما انتم شايفين كده اهو. جبت يعني مشتين كده صغيرين، تقريبا مش عارفه بتاع كيلو ونص تقريبا او حاجه كده اهو. وجبت كمان كيلو فراوله. الفراوله جميله برضو ما شاء الله وبحب يعني في بياع معين كده انا عارفاه بحب اجيب منه، بتكون ناشفه، ما بتكونش ليها معفصه اللي هو بترمي نصها ولا حاجه. بس هي بقى الفراوله كده هحطها في علبه كده زي ما انتم شايفين، عشان طبعا لو حطيتها في الكيسه بتاعتها هتكون ميه هتتعصر. فدي بحطها في العلبة وبعينها في التلاجة. وجبت كمان خصاية، بس الخصاية طبعا لسه هنضفها كده وهندبها، عشان زي ما انتوا شايفين كده هي مبعجرة كده ومفركشة. ودي حاجات فتح الله اللي انا جبتها. اول حاجة خالص جبت برضو ازازتين لبن، بجيب اللبن المراعي. جبت ازازتين لبن برضو يقعدوا معايا الاسبوع ده كده، الاسبوع ده يعني او الاسبوع ونص اللي جايين ان شاء الله. لبن المراعي كامل الدسم. وجبت كمان معايا، مش عارفة جبت ايه تاني دلوقتي هنشوف مع بعضينا. جبت كمان زيتون. ده نص زيتون، عامل 89 جنيه. ده زيتون بني كده برضو بيكون طعمه جميل قوي قوي قوي. وجبت كمان تفاح، متعودين برضو على طعم تفاح فتح الله. الكيلو عامل 110. يعني دول ب110، مش عارفة الصراحة دول كميتهم قد ايه. واشتريت اخر حاجة الزبادي، جبت زبادي 6 زبادي المراعي، بيبقوا 5 كده عليهم واحدة. وجبت كمان ربع تركي، دي كده حاجات كانت ناقصاني. وجبت كيلو وربع سوري فشار برضو اساسي معايا عشان اللانش بوكس. وجبت كيلو مكرونه روجينا اللي هي اسباجيتي. هي دي كده حاجات اللي كانت ناقصاني، اللي تقضي ان شاء الله معايا كده لحد ما رمضان يخش علينا باذن الله. هحاول كده امشي بيهم البيت، عشان زي ما قلت لكم عايزه انضف بقى التلاجة، وعايزه بقى اروق كده على حالي. ودولاب التوابل الحمد لله خلاص روقته. وكنت لسه جايبه توابل برضو من كارفور، حطيتها برضو في البرطمانات يعني، وظبطت دولاب التوابل بتاعي وكله مية مية. هبدأ بقى اللي انا برضو وانا واقفة كده هوت وايديا سخنة كده في الحاجة، ابدأ اعمل كده الكرنبيطة دي. هعملها مخللة زي ما انتوا شايفين. في ناس بتملح الكرنبيط اللي هي بتسلقه نص سلقة، وتحط له محلول الملح بتاعه وبتاع. لكن انا بحب اعملها ني في ني ني في ني، تاخد معاكي يعني من اسبوع ل10 ايام كده تلاقيها استوت وبقت مية مية. وبيكون طعم الكرنبيط تحفة جدا 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 يعني، بصوا فوق ما تتخيلوا، ومقرمش كده وجميل. بقطع كده الكرنبيط زي ما انتوا شايفين تقطيع عشوائي يعني، مش بحب اقطعه صغير قوي ولا حاجه، زي ما بيجي معايا كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. الكبير على صغير اي حاجه، لان كده كده معايا برطمان بلاستيك كبير، فبيقضي حجم الكرنبيتايه الواحده يعني. ببقى عارفه بجيب كرنبيته كده زي ما انتوا شايفين، هي ولا صغيره ولا كبيره، وسطيه، بتقضي البرطمان. المهم بقطعها وبغسلها كويس قوي قوي. وحاولت ان انا النهارده انقيها تكون بيضه كده زي القشطه زي ما انتوا شايفين. هغسلها واسيبها تتنقع شويه في الميه. وطبعا طبعا طبعا اول ما بجيب الفواكه ما اقولكوش بقى، العيال بقى عايزين فروت سلطه. فاعمل لهم برضو شويه فروت سلطه كده تقوتوا بيه. عشان الصراحه النهارده مشوا معايا زي الالف، واحنا في السوبر ماركت ولا واحده شدت كيس شيبسي، ولا واحده شدت باكو شوكولاته. فقلت لهم ان شاء الله اعمل لكم اول ما اروح كده فروت سلطه كده تتسلوا فيه. هقطع لهم كده شويه فراوله زي ما انتم شايفين، على تفاحيه على موزايه، واديهم معلقتين كده يقعدوا ياكلوها. وساعات بحط عليه شربات فراوله، بس ما كانش عندي شربات،
فقلت اقطعهم كده وخلاص، ولا هحط ميه بسكر ولا هحط اي حاجه، هم ياكلوه كده وخلاص. وعقبال ما انا ايه عايزه بقى ملح الكرنبيتيه زي ما انتوا زي ما وريتكم يعني. وعايزه ان انا ابدا اعمل بقى في الغدا عشان خلاص يعني يعتبر داخلين كده بعد المغرب. فيا دوبك بقى اقفل اليوم بتاعي عشان خلاص بقى ننام، وان شاء الله ايه نشوف بقى ايه المدرسه بكره كده باذن الله. فعايزه كده انجز بقى ايه، ومش عايزه اسهرهم. في العادي بننام الساعه 9:30 10، فمش يعني عايزه اظبط الميعاد 9:30 10. ده تاني اسبوع في المدارس، اول اسبوع يعني نمنا 9:30 10 مية مية. فمش عايزه بقى اطول عن كده علشان ما يسهروش معايا. وخصوصا كمان باباهم مسافر، فلما بيسافر ايه تحسوا ايه الوقت كده بيفرط مني بقى. مش اللي قاعد على التلفزيون واللي مش عارف ايه، لكن باباهم هو موجود بيطفي النور وخلاص، النوم يعني نوم. لكن انا تحس ان انا متهاونه شويه في وقت النوم. بس طبعا عشان المدارس فبحاول التزم شويه عشان ما تصحاش دودو الصبح ايه تقعد تقولي عايزه انام عايزه انام، وتقعد من السرير ده للسرير ده. فبحاول ايه نفس المواعيد ونفس الحاجات الالتزامات اللي هو كان ماشي معاهم بيها وهو موجود، ايه امشي برضو على نفس ايه المواعيد ونفس الحاجات، بحيث ايه ابقى ظابطه كده الدنيا. بس هقطع لهم كده شويه الفواكه دول زي ما انتم شايفين. وهرجع اعمل معاكم الكرنبيت يا جماعه. عايزه اقول لكم بقى ايه، شفت طريقه وجربتها برضو، اللي هما بيعملوا لونه مصفر شويه كده، بيحطوا عليه كركم وهما بيملحوه. فالصراحه بيكون لونه اصفر كده وجميل، اصفر مشمشي كده. وطعم قولوا معايا طعم الكركم مش بيبان فيه. فبرضو حبيت ان انا اقول لكم يعني، افتكرت دلوقتي عشان اللي عايز يعمل مملح يكون لونه اصفر كده او حاجه. بيكون برضو ايه منظر يعني فاهمين كشكل كده اهو، كشكل جميل يعني. بيكون برضو مش بيأثر على الطعم خالص. المهم هنا ايه هقطع كده التفاحيه زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم تفاح فتح الله تحفه جدا جدا. كنت بجيب من عند الخضري وبرضو بيبقى غالي يعني، الخضري برضو ب60 65 حاجه كده. بس كده طبعا عامل زي الكاوتش اللي انت بتاكليه، مش بتاكلي تفاح اصلا، تحسي ان هو طعمه يعني ولا عسلي ولا طعمه اي حاجه. لكن التفاح بتاع فتح الله ده تحفه جدا جدا. بجيب من فتح الله بيانكي، الناس اللي في العجمي عارفين فتح الله بيانكي. فبيبقى عنده ايه التفاح بتاعه حلو يعني، حبيت اللي انا اقول لكم. بس خلصت هنا ايه طبق الفروت سلطه كده زي ما انتم شايفين، هقلبه لهم كده حلو قوي. واديهم بقى يقعدوا يتسلوا فيه كده مع نفسهم. وعقبال ما انا ايه اقفل شويه حاجات كده في المطبخ. زي ما انتم شايفين كده الفواكه بتبقى حلوه قوي للاطفال، او لو مش بيحبوها اعملهم عصير، يعني العصير برضو بيكون نفس القيمه ايه الغذائيه اكيد. ارجع بقى الكرنبيت بتاعي بقى بعد ما غسلته بقى وظبطته، بصوا بقى قشطه. هي اصلا كانت كرنبيتيه قشطه، بيبقى فيه كرنبيت كده تحسه اللي هو آم، يعني مبقع كده بني او حاجه. لكن انا حاولت انقيها كده ايه قشطيه وعسليه وفليه. هبدا ان انا احط كده في البرطمان ده، البرطمان غسلته. كنت لسه اصلا غسلاه عشان كان فيه برضو يعني كان اخر حته كرنبيطه. طلعتها وغسلت وشطفته. هبدا ان انا ايه ادفس الكرنبيت كده بتاعي، واحاول ان انا ادفسه بايديا بحيث ما يبقاش ايه يعني سايب فراغ كبير، مش للدرجه يعني. هحط كده كل الكميه بتاعتي. وهعمل محلول الملح، بملي البرطمان كله ميه، هتشوفوا دلوقتي معايا بملي البرطمان كله ميه. وبرجع ادلقه تاني في الكروانه. وبحط على البرطمان ده كله. ده برطمان يعني مش عارفه ده 2 لتر بقى ولا لتر ونص ولا ايه بالظبط، مش عارفه الصراحه كميته. بس هو البرطمان البلاستيك الكبير يعني. برجع احط عليه 4 معالق ملح كبار ومعلقه شطه. كان عندي هريسة، لو عندك هريسة الشطة برضو حطي فيه، بيخلي طعمه تحفة جدا جدا. هريسة الشطة على اي مخللات بتخليها تحفة جدا جدا. بس انا كان عندي وخلصت. هنا مليت مية، مش بمليها من الحنفية، بمليها من الفلتر. وكمان عشان مش هيقعد مدة طويلة معايا يعني، ان شاء الله هفتح عليه على رمضان. يعني بنتكلم مثلا في اسبوعين ولا حاجة او اقل باذن الله. ف... يعني انت لو عايزة تقعديه مدة اكبر بتحطي مية تغليها، بعد كده تبرد، بعد كده تعملي بيه المخلل. لكن لو وقت كده صغير وهتفتحي عليه اول ما يستوى، هي ميه من الفلتر وخلاص. حطيت هنا الميه زي ما انتم شايفين، هحط اهو الملح. ملح عادي، ملح الطعام العادي، وهبدا ان انا اقلب كل ده. طبعا ما اقدرش ان انا اقلب بايديا، لان عايزه اقول لكم ايديا متقطعه خالص خالص. الشتاء لما بيجي معايا مع الهوا، زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات كان هوا جدا. فالشتاء مع الهوا، وساعات بغسل المواعين بميه سخنه، فايديا متقطعه. يمكن دلوقتي هي باينه في الفيديو، تحسوا ان هي يعني سوري في اللفظ مقشفه كده شويه. لكن كانت مقطعه خالص ومقطعه تعوير يعني، فاهمين كانها متقطعه كانها كلها خرابيش كده. فبتبقى تعباني قوي، بس مش بقدر كمان احط عليها كريم او حاجه. برضو بيشطشطها اكتر. فبحط فيها زيت زيتون يعني، قبل النوم بحط بدهن ايديا بزيت زيتون. فالحمد لله لحد ما دلوقتي التعوير بدات ايه تلم شويه. بس اوريدي برضو ايه لسه وجعاني، اول ما بيجي عليها ميه او صابون سائل بترجع زي ما هي. بس احنا عارفين طبعا لازم ايدينا تبقى في المطبخ وكده. ف يعني مش بتخف. ان شاء الله بقى ايه يعني لما الصيف يجي بقى تخف بقى خلاص، كلها كام شهر قاعده استحمل كام شهر وخلاص. الحمد لله. بس حطيت هنا كميه الميه بتاعتي على البرطمان هو زي ما انتم شايفين، وهقفله بقى حلو قوي.
وعينه ايه جنب اخواته بقى. كنت برضو مملحه جزر وخيار قبل كده، اسيبهم بقى رمضان باذن الله. وهنا طلعت الجبنه بتاعتي كانت جمدت. هوريكم بقى، بس بمسح شويه ميه كده اتدلقوا مني من البرطمان وانا بعمل المخلل. هطلع بقى الجبنه اهي، بصوا زي هي ما جمدتش قوي، بس هي ايه مسكت كده نفسها. هبدا احط كده في الكيس زي ما انتم شايفين. مهما انتوا حطيها بقى هي كده مش هتلزق في بعضها، هي كده هتفضل متفرطه. يعني حتى لو مش عايزه تستخدمي الكيس كله، هو ده اللي كنت بقول لكم في اول الفيديو، لو مش عايزه تستخدمي الكيس كله مش هيضطر هو يسيح معاكي. ممكن تطلعي الجزء اللي انت عايزاه والباقي تشيليهم. انا هعمل كل كيسه 10 على قد الطقايه، على قد الاكليه يعني. هعمل يعتبر طلعوا معايا كيستين، هعملهم كده على كيستين ان شاء الله ينفعوا معايا في السحور. او لو هعمل برجر بحب احطه في عيش البرجر، برضو بيكون جميل قوي مع البطاطس، ويعني فاهمين بيدي كده طعم. وتبقى ايه الكام واحده دول هقليهم كده النهارده جنب الاكل. هو كده الجبنه كده زي ما انتم شايفين برضو بتكون تحفه جدا جدا. وممكن تعملي بجبنه بقى إيه تركي، تجيبي تركي قطعه واحده وتقطعيها، بس طبعا هتكون مكلفه اكتر. فهي ايه بنقضيها بالجبنه الشيدر المقليه دي وخلاص، وبتقضي الغرض وبيكون برضو طعمها لذيذ وجميل. ممكن تعملي بالبقسماط لو مش عايزه تجيبي فيجيتار. وده كده كان كيس برجر كده، قلت اطلعه. كنت عامل كيس صغير، عامل كيس صغيره كده بيبقوا ستات. ده ايه زي ما قلت لكم كده، لو جوزي مسافر وكده زي دلوقتي بطلع، يعني بعمل دايما الاكل في الفريزر. بعمل كميه كبيره لو هو موجود، وكميه صغيره ايه لو انا والبنات بس. دول كده كانوا 6 يا دوبك على قد الاكليه النهارده. يعني يعتبر احنا بناكل حاجات كده هوت، فاهمين قصدي. مثلا فراخ برضو تلاقيني عامله مثلا ربعين ولا حاجه، وبعمل فرخايه وهو موجود كده، بقسمها كيس كيس. وابقى عامله درج لينا ودرج ايه ليه وهو موجود، يعني عشان تبقى الكميه اكبر. ودي كانت الاير فراير الصراحه، بصوا كانت خلاص بقى مدهنينه بقى وبايظه خالص. قلت يا دوبك النهارده ان شاء الله هعمل فيها البطاطس، ويا دوبك بقى اغسلها. دايما بحب اغسلها عشان بيبقى فيها دهون وكده. بغسلها بجيب شويه قولوا معايا كربوناتو، بحطها فيها بدلقها كده فيها، وشويه ميه مغليه، وشويه خل، واسيبهم يعملوا فوران كده والدهون بقى تتاكل وبتاع. بعد كده ايه اروح غسلها بالسبونشه وبس كده. هنا كنت حطيت خلاص كل كمية البطاطس بتاعتي، وحطيت عليها شوية زيت زي ما انتم شايفين، وهبدأ اقلبها كده من فوقها لتحتها ومن تحتها لفوقها. هحطها على 30 دقيقة على درجة حرارة 200. وكل 10 دقايق زي ما قلت لكم هقعد اقلبها. وانا طلعت بقى الخضار اللي انا هعمله. يعني هقطع حاجات بسيطة خالص، طماطمايه وخيارية مملحة، والخيارية اللي هي الخضرا العادية دي. عندي دودو واختها بيحبوا ياكلوا خيار كده على طول جنب الاكل، فهقطعها لهم برضو دواير. وكام حته خس من الخس اللي انا ايه كنت لسه شارياه. وعينت الباقي في الفريزر في التلاجة. عينت بقية الخصايه في التلاجة وبس. هبدأ اقطع كده الخضار عقبال ما اللحمة تتحمر. انا حطيتها فوق بعضها عشان هي لسه جامدة. اول بس ما تبدأ تسيح هبدأ كده اشوحهم، وبديها تشويحة كده بسيطة، واحط عليها نقطة مية وبقفل عليها الغطا، بحيث اضمن ان اللحمة مستوية عشان الاطفال وكده. انا لو عليا بشوح الحاجة تشويحة بسيطة على صينية، على طاسة وخلاص. لكن عشان الأطفال وكده فلازم أحط مية وأغطي الحاجة. بس بسيبها بقى لحد ما تشرب كل ميتها وتنزل دهنتها كده وتشفشف. سواء صدوق بقى سواء برجر سواء أي حاجة بعملها، عشان أضمن إن اللحمة تكون مستوية خالص، عشان عارفين الأطفال وكده لازم يكونوا أكلين حاجة ويل دون. بس قطعت هنا الطماطم زي ما انتم شايفين، وقطعت كده هقطع الخيار ده برضو دوائر كده جنب الاكل. والخس دوت برضو مقطعه كده قطع صغيره احطها جوه الساندوتش. ودي حته خياريه مملحه، هعمل سندوتشات ليا انا بس بالخيار المملح، هما مش بيحبوا الخيار المملح. بس هي دي الحاجات البسيطه اللي انا بحطها جوه البرجر. بس اهم حاجه بقى في اكله البرجر ديت اللي هي بتكون اكله زي ما قلت لكم موفره، لان بعمل البرجر يعني مش تخين ولا حاجه، برجر عادي جدا رفيع. بس اهم حاجه بقى ان انت ما بتحطي بقى خضار، بتحطي صوصات، تحطي بطاطس جبنه مقليه زي ما قلت لك. بيبقى فيه كده شويه حبشتكنات. فيعتبر يعني مش بسميه اكل ارضحي قوي، بس يعتبر اكله موفره خالص. بس قطعت كده الخضار بتاعي والبطاطس على في الاير فراي، كل شويه بقلبها زي ما قلت لكم كل 10 دقايق عشان ما تستويش من فوق وتبقى نيه من تحت. لازم بتجيبيها من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق، فاهمين قصدي. وده كده العيش الكايزر. انا قلت الصراحه للراجل عايزه 5 بس، وراح هو اداني 8. قال لي هو الكيس 8. طب يا عم الحاج انا عايزه 5. ما تعرفوش بقى يعني في بياعين تقول له على عدد يقول لك لا خلاص انا مقفل الكيس كده. فالمهم جبت ال8. قلت النهارده ناكل اللي ناكله، والصبح بقى ايه افطر بيهم. عندي عجينه فلافل أنا بعمل فيهم فلافل كده هوت، برضو بشويه خس وخلاص. في بياعين كده متعرفيش تتنحي معاها. زي برضو الراجل بتاع الخس مدياله الفلوس، يقول لي اتبقى لك 2 جنيه اديكي بيهم جرجير. قلت له انا مش عايزه جرجير، محدش بياكل الجرجير في البيت، هعمل بيه ايه؟ بيقول عشان انت واقفه يعني على 2 جنيه. عايزه اقول له يا سيدي ولا 2 جنيه، وحتى لو واقفه عليهم انا مش عايزه جرجير. مش عارفه يعني في بياعين كده تحس ان هم ناس غريبه.
المهم البطاطس هنا كانت استوت، وهنا كان الجبنه المقليه استوت، والبرجر اهو استوى، والجبنه المقليه قليتها، وطعمها بيبقى تحفه جدا جدا. ودي الصوصات اللي انا بستخدمها. بستخدم صوص البيك تيستي، وصوص تاني ده عامل زي الكاتشب كده، بس بيبقى كاتشب كأنه مخلل شويه. هعمل الاول لدودو والتوته السندوتشات بتاعتهم. هعمل كل واحد سندوتش، انا قطعت 5 ارغفه. هعمل كل واحده سندوتش، وانا هعمل لنفسي 3. بحط بقى ايه يعني عادي كده، كل واحده باللي هي بتحبه. في واحده بتحب كده الصوصات كلها، وفي واحده بتحب صوص واحد. المهم ايه، بحط الصوص كده، وبحط لهم كبشه كده بطاطس كده زي ما انتم شايفين، والبطاطس بتبقى تحفه جدا جدا، يعني صحيه في الاير فراير، فباكلهم منها على طول. وبحط ايه طماطم زي ما انتم شايفين، حته برجر، حته خصايه بس، وبقفل السندوتش على كده. بس الصراحه العيش ده اول مره اجيب من الفرن ده، بس هعتمده بقى. العيش ما شاء الله طري اكنه كيكه، وخفيف جدا جدا، مش من العيش مثلا اللي هو يلكم كده عليكي، لا كان الرغيف خفيف قوي. يعني في ناس كده انت متعوده على طول تشتري منهم، فاهمين قصدي، وفي بياعين ما تقفيش عليهم. الفرن ده كان اول مره خالص اقف اشتري منه، بس الصراحه حاجته احلى بكتير من الفرن اللي انا متعوده اجيب منه. اي نعم الراجل بيبيع لك كده بالكيسه، بس مش مشكله، حاجته طعمها جميل. هنا عملت خلاص السندوتشين، هبدا احط لهم بقى شويه بطاطس، وشويه خيار مخلل، وشويه خس كده يتسلوا فيه وهم بياكلوا. وهشغل لهم التلفزيون يقعدوا ايه ياكلوا كده اكلهم هما الاتنين. وهي الاطباق الملونه دي بيحبوا ياكلوا فيها، يعني جايبه من الاطباق دي كذا شكل وكذا لون، دايما بحط لهم الاكل فيه. وبس. واحده كمان كانت قايله لي عايزه جبنه مقليه، افتكرت اهو، قلت احط لها، والتانية ايه من غير جبنه وشويه طماطم. وظبطت لهم الطبق بتاعهم، بسم الله ما شاء الله هو جميل. ودي اصلا يعني زي ما قلت لكم كده اكله جميله، وكل الاطفال بيحبوها الكبار والصغيرين. هدي لهم بقى ايه الصينيه بتاعتهم دي، وابدا اللي انا ايه اعمل السندوتشات بتاعتي. هاكل 3 كده باذن الله. برضو هعمل برضو شويه صوصات وحاجات، كانت في حته بس ايه تحس هي ملسوعه كده في الرغيف، برضو هشيلها. وهنا برضو ايه بحط صوص البيك تيستي. عايزه اقول لكم الصوص ده طعمه تحفه جدا جدا، حتى لو هتاكليه جنب البطاطس، جنب بطاطس بس برضو تحفه جدا جدا. وبحب اتوصى كده بالصوص كده عشان ايه بيكون طعمه جميل. هعمل برضو نفس الترتيبات كده السندوتشات زي ما انتم شايفين، وزي ما بقول لكم البرجرايه اهي، يعني حجمها صغير خالص عادي، بس هو السندوتش من كتر ما هو بيكون مليان حاجات كده وصوصات وخضره وبتاع، فانت مش بتحسي قوي ايه السندوتش ايه مفيهوش بروتين جامد، يعني فاهمين قصدي. بس واحط لي شويه خيار مخلل كده، هو ده بيكون اكله جميله جدا جدا وخفيفه. وهو ده كده كان النهارده الغدا بتاعي والروتين بتاعي، حبيت ان انا اشاركه معاكم. وعايزه اقول كمان صوص الرانش ده بيكون تحفه جدا جدا للسندوتشات. سندوتشات بقى بيض مقلي تحطي فيها، سندوتشات اي حاجه، بصوا بيكون طعمه تحفه. انا دايما بحس ان الصوصات هي بتدي طعم للاكل، بالذات الصوصات. يعني لو بتاكلي اي حاجه هتاكليها بالصوص هتحسي كده الاكليه، بصوا اكل مطاعم، فاهمين قصدي. صوص الرانش برضو تحفه جدا جدا. واحنا عارفين بقى رمضان بيحب الصوصات وكده، فانا برضو ايه يعني بخلص كده كل الصوصات اللي عندي ال3 انواع، علشان اجيب منهم تاني ان شاء الله باذن الله في رمضان. وده كده اخر سندوتش معايا، وبقى كمان ايه واحده برجرايه كده، قلت يمكن واحده فيهم تجوع تاني ولا حاجه، اسيبها استحرص. دايما لما بعمل اي اكل في البيت لازم اسيب حاجه، يمكن حد تاني يجوع، اي بنت فيهم تجوع او حاجه، يكون عندي ايه اي حاجه كده باقيه. بس كده هو ده كان الاكل بتاعي، وحط شويه بطاطس كده. وكانت اكله جميله، وده الروتين بتاعي النهارده. اتمنى اللي هو يكون خفيف معاكم، واتمنى ان انتوا تكونوا كملتوه لحد الاخر وما زهقتوش مني. وباذن الله اشوفكم في روتين جديد ويوم جديد باذن الله على خير. و... ودايما بحب يعني كومنتاتكم اللي انتوا بتكتبوها لي، ولما بغيب عنكم بتكتبوا لي صورنا بقى الروتينات بتاعتك بقى وسلينا. بعدين هو صورت لكم وسليتكم، اشوفكم باذن الله في فيديو جديد على خير، في رعاية الله، مع ألف سلامة. باي باي.